يسعد أوقاتكن وأهلا وسهلا فيكن بفيديو جديد. وصفتنا لليوم الهريسة. إذا عجبكن الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نبلش. وللمكونات بجاط بنزل 4 كاسات ونص سميد خشن، وكاسة سكر وملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم أو الكربولا، وبحركن مع بعض وبنزل عليهن كاسة قطر أو الشيرة، وببلش افرك السميد لحتى يتشرب كل المكونات. وبضيف كاستين مي بالتدريج. وبهذا الشكل بمزج الخليط لمدة 5 دقايق وبغطيه ليلة كاملة. وبالصينية بنزل ملعقة طحينة وملعقة سمنة وبدهن الصينية فيهن. وهيك بيكون الخليط بعد ليلة كاملة. وبنزله بالصينية وبفرده بهذا الشكل. وببلل ايدي بالمي وبفرد العجينة لحتى تتساوى من كل الجهات، وبفرغ منها الهواء بهذا الشكل. وبقطع الهريسة لقطع متساوية. وببلش زينها بالفستق السوداني وهي حسب الرغبة. وبحطها بالفرن من تحت لحتى تستوي. وللقطر عنا 3 كاسات سكر و3 كاسات مي، بتركن على النار ليغلوا، وبس غلوا بنزل ربع ملعقة ملح ليمون واتركن 10 دقايق. وبس تشقرت الأطراف بعرف إنه استوت من تحت وبقطعها. وبسقيها بالسمنة وبرجعها على الفرن من فوق لتستوي. وهيك بتكون بعد ما استوت. بلش سقيها بالقطر وهي ساخنة والقطر ساخن. وهيك صارت الهريسة جاهزة، سهلة وبسيطة ومن أطيب الوصفات. وهي كانت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم وصحتين وهنا.